يا شيخ، حدثني حسن أبو شقة، كان أحد الدعاة السلفيين من خان يونس في فلسطين، وهذا أبعد بعده اليهود خارج فلسطين. قال لي عندما قبل أن يبعث دعاه الحاكم على المنطقة وهو يهودي، وقال: يا شيخ حسن، هناك أناس كبار في الدولة مجتمعين عندي ويريدون أن يقابلوك، ولكن أريدك أن تجاوبهم بصراحة. قال: إن شاء الله لا لك. فعندما دخل وجدت يعني أصابني خوف، وجدت كبار بالضبط وناس وزراء. يقول: جلسوا يسألونني عن السلفية، هذه الدعوة الجديدة التي ظهرت. وكان هو يقول: نحن لو يعني نخشى نقول سلفيون، نحن نقول نحن ندعو إلى فعل الصحابة. يقول: لو ثبت علينا هذا يسجن الشخص. فكان ضمن كلامهم يقول في آخر النقاش غضب أحدهم فقال لي: امسك أي دعوة عندك الإخوان المسلمين دعوتهم ادعو بها، دعوة التبليغ ادعو بها، ولكن هذه السلفية التي ستعيد الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر حرفيا، الله هكذا قال: أبو بكر وعمر نحن لن نسمح لكم بهذا. من هذا الذي يقول؟ هذا واحد من كبار الضبط للجيش الإسرائيلي. هذه حقيقة عرفها الكفار أخيرا. نعم. يعني فارتقبوا يا سلفيون واصبروا. التاريخ يعيد نفسه. فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. من هم الغرباء؟ الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. شوفوا هذا الوصف وذاك الوصف ينطبق على الإخوان المسلمين؟ لا. ينطبق على حزب التحرير؟ لا. ينطبق على جماعة التبليغ؟ بلى يصاب لا يدري. لا والله. موعة نايف بن خالد الإعلامية: بيان الحقيقة هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.